نهاية النرجسي مش مشهد درامي هتشوفه، دي حالة داخلية هو بس اللي بيعيشها. النرجسيين نهايتهم مش نهاية واحدة، دي بتتوزع على كذا شكل. نهاية العلاقات الحقيقية، في الآخر عمره ما هيلاقي علاقة بجد مبنية على حب متبادل. كل علاقاته هتفضل قايمة على المصلحة والسيطرة وأخذ الوقود النرجسي. هيفضل وحيد حواليه ناس سطحية مش عايزين منه غير مصلحة وخلاص، لأن هو بنفسه طارد كل اللي حبوه بصدق. النتيجة هيفضل يطارد السراب لحد ما يفنى. نهاية السلام الداخلي، عمره ما يعرف يعيش راحة نفسية أو هدوء، حياته كلها جري مرهق ورا الاهتمام والدراما والإثارة. يفضل مطارد بالفراغ الداخلي اللي عمره ما يعرف يملاه. النتيجة هيفضل يطارد السراب لحد ما يفنى. نهاية القوة المزعومة، كل ما يكبر في السن كل ما القناع اللي لابسه يضعف. البريق اللي كان مغطيه هيقل، وخداع الناس مش هيبقى سهل زي الأول، وساعتها هيضطر يواجه حقيقته المرة. وفي الآخر نهاية النرجسي الحقيقية هي الوحدة والفراغ، مصير هو اللي اختاره بإيده لما فضل السيطرة على الحب. إنما أنت نهايتك مختلفة تماماً، نهايتك هي السلام والتحرر وبناء حياة حقيقية. وده أكتر حاجة كان النرجسي بيخاف منها طول عمره. هو ولا حاجة، وانت كل حاجة حقيقية هنا.